أدنى درجات التكبر على زوجاتنا، وكنا ما فاهميها هاي. أدنى درجات التكبر رسول الله يعنف أحد الصحابة الكبار المستشهدين الذين مشوا في جنازته ملائكة، وأمر رسول الله أن يكون حاسر الرأس وحافي القدمين يمشي في جنازته. يقول لك كان متكبر على عائلته، على زوجته، يتنمر عليها، يقلد عليها، يقلل من شأنها، يؤذيها، يدخل الأذى عليها. هذا تكبر، نوع من أنواع التكبر. تحرم، أول شيء الإمام يقول تحرم الرزق، إذ إن المرأة باب الرزق. سبحان الله، رزق الرجل متعلق بزوجته. هاي تدرون بها لو لا؟ تدرون بها الروايات كثيرة. إذا نامت ساخط عليك، فلذلك الروايات يقول له حاول للرجل أن لا تنام الزوجة ساخط عليك، غضبانة، زعلانة، داروهن على كل حال فإنهن أسراء أسيرات بأيديكن. حتى لو كانت عقلها شوية مخربط كذا، المدارات يجيب نتيجة وياها، يجيبها للواقع، يجيبها لكذا. يقول رسول الله رزق الرجل متعلق بوجه زوجته، تزوجوا يدر عليكم الأرزاق.